يا مساء الورد عليكم يا بنات، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. بصوا يا بنات، اول ما صحيت من النوم رحت مشغله الغساله على طول. الميه بتاعتي غامقه شويه، ليه؟ علشان انا حاطه كلوروكس الوان، لان غسيل النهارده كان فيه حتتين تلاتة كده ابيض، والباقي كله الوان فاتحه، فكان لازم اجيب كلوروكس الوان. وطبعا يا بنات الغدا بتاعي النهارده كان من بره، لاني كان معايا يوم طويل قضيته بره البيت، نزلت جبت حاجات كتيره بره، فما كنتش في عندي وقت ان انا هعمل اكل واغسل واروق المطبخ، فبصراحه ما كانش عندي وقت خالص. المهم بقى يا بنات، عملت ايه؟ جبت لهم سمك مشوي، الاتنين دول، ده بوري واللي هو الاربعه ده ماكريل، وعملت لهم بقى شويه رز في البيت، وقلت لهم بس كده ده غدانا النهارده، علشان انا ورايا كذا مشوار. بس بقى هنا بقى انا كنت رحت مشواري ورجعت، طبعا كنت خلصت غسيل، بس بصراحة ما كنتش لحقت انشره. المهم بقى يا بنات، انا كان عندي في المطبخ القلاية والميكروويف لازم يتعملوا، انتوا عارفين ان انا بعمل الاتنين. ماشي حبيبي، بعمل الاتنين مع بعض، يعني انا بنضف الاتنين مع بعض. فرحت كده ماسكة طبعا الفوطة اللي انتوا عارفينها، اللي انا بحبها، القطنية دي، والبخاخة طبعا انتوا عارفين فيها ايه، شوية صغيرين من الكلوروكس الألوان، ونص كوباية خل، والباقي بزوده مية. أقوى حاجة هتزيل معاكي الدهون، لأن طبعا دول موجودين في المطبخ، فأكيد أكيد بتروح لهم دهون، فده قوي جدا. أنا بستخدمه للألمونتال، للرخام، للإزاز، بصوا كل حاجة أنا بستخدم الخلطة دي، بجد يا بنات جبارة. هنا بقى الميكرويف ابني كان حاطط عليه اللي هو القرص بتاع المشبك، بس في الكيس بتاعه اللي هو الكيس الملفوف بيه، فطبعا نزل عسل على الميكرويف. بصوا اللي هو في الجنب ده، انتوا شايفين؟ ايوه اللي انا بشيله ده. بس يا بنات، فروحت بقى مدياله غسله كويسه قوي بالخلطه الحلوه بتاعتي الجميله، العسل دي بجد خلطه حلوه قوي وانا بحبها، وبستخدمها على طول، انا معتمداها يا بنات في المطبخ، هتنفعك في كل حاجه. بتنضف، بتنضف، بتلمع، بتلمع، بصي حتى الازاز. بس يا ماما حلوه قوي يا بنات وجميله، وبجد هتعجبك، خلي البخاخه دي موجوده على طول في مطبخك. بس يا فرفر، بصي بقى هنا انا لقيت كارثه. هي اللي, اللي هو الطبق بتاع الميكروويف كان عليه الرده بتاعه العيش ناشفه. ليه بقى؟ لاني انا معتمده ان ابني الصغير هو اللي بيدخل العيش في الميكروويف وبيسخنه، هو بيحب يساعدني يعني. فطبعا الميكروويف كان فيه ميه تقريبا، مش عارفه ولا كان فيه ايه، فراحت الرده لزقت على الطبق. وانا هنا يا بنات كان عندي شويه مواعين حطيتهم في الغساله، وشغلت الغساله، فمش هينفع افصلها عشان ادخل الطبق. طب اعمل ايه؟ وفي نفس الوقت انا بصراحه كنت سقعانه، ومش عايزه برضو اكدب عليكم، انا هدومي هنا كانت اتبلت، لاني وانا بشطف المواعين علشان احطها في الغساله اتبليت، فمش عايزه اروح تاني للميه وانا سقعت. فروحت حطيته وقلت بقى مش مهم، انا بقى في الغسله بتاعت بكره، او في حطه المواعين بتاعت بكره ابقى ادخله الغساله. هعمل ايه بجد؟ الجو اليومين دول بس عادي برضو، احنا ستات بيوت شاطرين، مش شوية ساعة اللي هيكسلونا. بصوا انا مش كسلانة، بس مش عايزة اروح تاني للحنفية. الجو بره لما بيبقى ساقع قوي بيتلج المواسير، فالمية بتنزل لنا كأنها نازلة من تلاجة، ده حرفيا يعني نازلة من تلاجة. بس يا بنات لمعت بقى رخامتي وخلصت كل الرخامة. وبتحكي مع مين؟ ماشي، هو اكيد كنت بحكي مع حد. بس يا بنات قلت بقى ادي ايه، مسحة كده سريعة سريعة للمطبخ، برضو بحكي، اتقفل شوية يا بقي. انا رطوطة شوية معلش. بس يا بنات المهم بقى ايه، لمعت بقى المطبخ كله من فوق ومن تحت، وخليته ايه، فلة كده فلة. جت بقى ماما، انا هنا كنت غيرت لاني كنت سقعت، جت ماما اتصلت بيا، قالت لي اعملي لي كيكايه حلوه وبعتها لي، علشان انا عايزه ايه، اتعشى كيكه. قلت لها بس كده يا ست الكل، عينيا الاتنين. عملتها لها طبعا سمنه على زيت، لان هي ايه،
بتحبها خفيفة بس طعم السمنة يكون فيها. فرحت حطيت لها سمنة على زيت، وطبعا السكر هي طلعت معسلة شوية بصراحة، يعني طلعت مسكرة شوية، السكر خدعني ماشي، بس كانت جميلة، كانت زي العسل. حطيت بقى هنا 6 بيضات، وايه بقى والعجان بقى عليهم. انا كنت قادرة ان انا اعملها من غير العجان بس ما كنتش هقدر، كنت سقعانة بصراحة ومتكتكة. المهم بقى يا بنات عايزة اقول لكم ايه، ان انا بعد ما خلصت الكيكة برضو رحت للحنفية، لازم اروح للحنفية، لازم لابد. غسلت العجان لاني انا ما بحبش العجان اسيبه مش مغسول. حطيت بقى شوية خل كده، الخل ده حلو قوي يا بنات، بيرفع الكيكاية وفي نفس الوقت بيشيل برضو من الزفارة. محدش يقول اني بيثبت زفارة البيض، لا، احنا مش بنغسل بيض يورو عشان يثبتها، هو حلو جدا وبيفور مع البيكنج باودر وبتبقى جميلة. بس بقى يا بنات المهم بعد بقى ما خلصت غسلت الحاجات دي، رحت غسله طبعا طبق الميكروويف والمنخل ده، الحاجات اللي انا استخدمتها في الكيكه علشان انام بقى مطبخي يكون فاضي. المهم رحت برضو اتبليت، رحت دخلت غيرت تاني. ليه بقى غيرت تاني؟ عشان ادخل البلكونه انشر. انتوا ناسيين ان احنا كنا غاسلين غسيل ولسه ما اتنشرش، ومش هينفع يبات، لازم يتنشر. انا يا بنات مش بحب ابيت غسيل. الغسيل عندي يا بنات اول باول كده، من اول ما يطلع من الغساله على طول بحطه في، بديله دوره عصر في الغساله التانية وبروح على طول نشره، مش بستنى عليه بصراحه. هنا طبعا انا كنت عايزه انخل الدقيق، انا بقى يا بنات بستخدم دقيق الخيرات، حلو قوي، جربته في كذا حاجه جميل. وعايزه اقول لكم في الخبز بيكون ملهوش حل. انتوا لو تاخدوا بالكم ان انا الخبيز كله بتاع العيد كنت خبزاه بالخيرات. دي حلو قوي، الكيس ب20 جنيه، مش غالي خالص، بتمن السايب، بس انضف اوفر. شركات معتمدة، حاجة حلوة، وهو بصراحة جميل، بيعمل عرق كده في العجينة وحلو قوي يا بنات. استخدمت 2 باكت من البيكنج باودر، هو كيك شيف بالظبط، لاني انا عاملة كمية يعني 6 بيضات، واخدين صينية كبيرة، يعني احنا الصينية 3 بيضات بنحط لها باكت واحد، فانا حطيت 2 باكت علشان تطلع معايا مرتفعة، والحمد لله طلعت زي العسل. بس يا بنات دخلي بقى الكيكه بتاعتك على درجه حراره 180 على رف اوسط، هتقعد معاكي بالظبط، اخدت معايا نص ساعه و5 دقايق بالظبط، وكنت مشغله المروحه، حلوه قوي وكانت جميله وهشه كده وطريه، بس للاسف ما لحقتش اصورها لكم لان طلعت من فرن على طول، وديتها بعتها لماما بالف هنا والشفا يا رب. طبعا هي خدت نصها وانا خدت نصها لان ماما وبابا بس فمش هياكلوا الكيكه كامله. خليتي القوام بتاعها لا خفيف قوي ولا تقيل قوي، اللي هو ايه بين البنين كده. جبت بقى صينيه كده حلوه كبيره وحطيتها عاليه، ورحت ايه بقى مدياها بختين كده من الزيت بالازازه الحلوه المركونه على جنب دي، ورحت رشاها دقيق معفراها من الحيطان ومن الارضيه، وقلت لها تعالي بقى يلا اجري على الحوض انا جايلك دلوقتي. المهم مسكت الاسباتيوله ورحت ماسكه الخليط بتاعي، اديته تقليبتين حلوين قوي كده علشان اتاكد ان مفيش دقيق من تحت. اوعي ايدك يا اختي، اختي عايزين نبص يا اختي، ده انتي مصممه بقى، انتي عامله زي الغوريلا كده بالبتاع اللي لابساه ده. بس خلاص، بحب اتريق على نفسي بس يلا بقى معلش ابص اتريق على نفسي محدش يتريق عليا بس بقى يا بنات هنا طبعا انا كنت خلصت بقى شويه المواعين اللي قلت لكم عليهم، ورحت بقى غيرت هدومي علشان ما اسقعش من البلكونه. وهنا طبعا كان الجو ليل، ورحت نشره الغسيل اللي انا غسلته من اول الصبح، كان المفروض اخش انشره في الشمسيه بس كان ورايا مشاوير كتير بقى. يلا بنات ربنا يا رب يعيننا على بيوتنا ويدينا الصحة ان احنا نعمل حاجتنا وما نخليش حد يعمل لنا حاجة، وربنا يا رب يخلي لي اولادي واولادكم ويعيشوا واخدمهم برموش عينيا والله. يلا يا بنات بقى كل اللي محتاج ندعي له ربنا يديه يا رب ويصلح حال الجميع ويوسعها يا رب على كل من كان، وما يرميش حد في ضيقة ابدا، وكل مريض ربنا يشفى عنه يا رب شفاء عاجلا وغير آجلا. واشوفكم على خير يا بنات في فيديو جديد من فيديوهاتي، وما تنسونيش بقى في دعوة حلوة، واكيد اكيد
ربنا هيردها لك. يعني لو انت دعيتي لي دعوة حلوة، ربنا هيردها لك اضعاف اضعافها، لان بيبقى في ملائكة قاعدة جنبك سامعة وانت بتدعي لحد، فالملاك بيرد عليكي في الحالة وبيقولك ولك بالمثل. يعني بصي انا انت بتدعي لي دعوة بيرد عليكي ملاك يقولك ولك بالمثل. قد ايه جميلة، وقد ايه الدعوة للغير بتبقى حلوة قوي. يلا يا بنات اشوفكم على خير، سلام.